بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول لكل شاب وكل فتاة: لا تنحرف. اخواتي الصغيرين، اخوكم جاي لكم من المستقبل. حرفيا انا عارف انت بتمر في حاليا، وعارف انت بتفكر في ايه وبتجرب ايه وبتعمل ايه انا فاهمك عموما والله. عارف اللي انت فيه واللي انت بتعمله واللي انت عايز تعمله. الفترة دي انا كنت فيها وكلنا كنا فيها وكلنا عندنا خبرة فيها عموما يعني. فترة الطيش وايام الثانوي وايام الدلع. وعامل لك بس نصيحة: اللي يقول لك اتعب في الثانوي عشان ترتاح في الكلية، لا، ده مفيش الكلام ده يا حبيبي، مفيش. انت المفروض ترتاح في الثانوي عشان هتتعب في الكليه فيما بعد بقى، لحد ما كلنا نموت. هتقول لي ارتاح في الثانوي ازاي؟ لا، احنا كشباب بنرتاح والله، ورب كما احنا كشباب بنرتاح في الثانوي جدا. احنا اسال اي حد، الفتره الذهبيه في حياتك هي فتره الثانوي. انت بتخرج براحتك، بتتدلع براحتك، بتروح يمين بتروح شمال، بتلف بتصيح. ما نلفش وندور على بعض، احنا عارفينها. بس احنا ايه، خلي الطبق مستور. بنروح هنا بنروح هنا، بنزوغ هنا بنروح، هو قلت لك خلي الطبق مستور. انما بعد كده يا معلم عايز وقفه راجل. وقفه راجل صح، ده مستقبلك، ده خط سيرك، ده بقى اكل عيشك بعد كده. خلاص ما بتعرفش بقى، خلاص انت ما بتعرفش ان انت تتحرك يمين ولا شمال. المسؤوليه بتكبر وبتزيد عليك يوم عن يوم. بيبقى التزاماتك بتزيد يوم عن يوم، تبقى عايز تبقى راجل. انت عارفان قبل كده كنت تايه، يمين يمين شمال شمال، عليهم عليهم، شويه مع دول وشويه مع دول. انت تايه، ما انتش عارف انت عايز ايه بعد كده. خلاص وقفت على ارض ثابته، رجلك وقفت كده، بقيت عارف انت رايح فين، هتمشي منين وهتروح وتيجي فين. خلاص انت ايه، بيبقى في استقرار نفسي. الاستقرار النفسي ده اكنك واقف فوق جبل وتحتك محيط، وحد اداك بالرجل وقعك في قاع المحيط. انت هتفضل العمر ده بقى اللي جاي ده اكنك غرقان. شعور الغرق ده مش هيفرقك، اقسم بالله مش هيفرقك. انت اكنك غرقان وعايز تنجو بنفسك. بالمعنى العربي ان انت متعلق في اي اشياء، عايز تطلع فوق، عايز تعمل اي حاجه تطلعك تشم نفسك. مش نجاح كثروه وفلوس ولا لا. انت بتخبط في حاجه عشان على الاقل تعمل التزاماتك، تبني شخصيتك، تعرف نفسك، تكتشف نفسك. النهارده جوز لك الفيديو يا عظمه، يا ريت تنزل تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول، وتعمل لي لايك يا معلم، وتقول لي اتكلم عن ايه الفيديوهات الجايه. وان شاء الله الجاي جديد، الجاي شديد وجديد، وهننوع في كل حاجه. بس انت دعمني عشان اعرف استمر الايام الجايه باذن الله. ويلا بينا نبدا. انت لما بتقف وبتستقر، لا انت بتتوه بقى ما بين بقى دراسة وشغل ومسؤوليات نفسك والتزامات، وفي كورسات وفي ليلة وفي مذاكرة وفي كلام كبير بقى. في كلام كبير بقى هو اللي هيحدد مستقبلك بعد كده. بس اللي انت بتبقى مستقر عليه الفترة دي كلها انك عايز تبقى راجل. عايز تبقى راجل في كل حاجة. عايز تبقى راجل مع نفسك، عايز تبقى راجل في شخصيتك، عايز تبقى راجل تشيل مسؤولية نفسك، عايز تبقى راجل في التزاماتك، عايز تبقى راجل في كل حاجة. والتفكير ده مش ده التفكير ده مش غلط، التفكير ده في قمة الصح. اي نعم بتشيل الهم، بيجيلك اكتئاب، ما بتبقاش طايق نفسك. كون ان انت تكتئب او تبقى مخنوق، ان انت مش عارف تبقى راجل كامل تشيل مسؤوليتك، تشيل نفسك، تشيل يعني تساعد في البيت، تساعد ابوك وامك، الكلام ده كله. الخنقه دي صح، الخنقه دي صح جدا. مش هبقى مخنوق بقى اصل ما كلمتنيش النهارده، اصل اتخانقنا مع بعض. الحوار دي فكسانه والله. وفي فيديوهات جايه هتكلم عن المواضيع دي بالتفصيل. احنا لازم ننصح بعض، نقف جنب بعض. الكلام ده فعلا مش بيأدي بحاجه. انت اول نصيحه معاك النهارده، انت لازم تطور عن نفسك. طول السنين دي كلها انت يا معلم كل يوم كل مع طلعت شمس انت لازم تصحى تدور على نفسك. تدور على نفسك، مش تطور، هتطور بس تدور على نفسك. انت بتكتشف نفسك، انت بتخبط، انت بتتعلم، انت بتجرب عشان تغلط عشان تتعلم. وانت اللي مش هتعلم بالساهل، انت بتغلط وبتجرب عشان تتعلم. ما هو لما غلطتش مش هتتعلم. الله اعلم بقى اللي غلطت ده صح غلط، جه عليك بمصيبه، جه عليك بكارثه، هتحلها. مسؤوليتك وهتحلها. انت هتحلها، لازم تحلها، مفيش غير. عملت المشكله حلها، تصلح، عرفت الغلط غير ما تغلطوش تاني. غلطت وعرفت الحل خلاص. دي اول حاجه. تتعلم بقى انك تبقى راجل صح، تتعلم لغه جديده، تتعلم مهاره جديده، تتعلم اي حاجه تفيدك. مش هخصص لك حاجه، اي حاجه تفيدك خش فيها، خش براسك، ما ترجعش خطوه لورا. دي اول حاجه معانا النهارده. تاني حاجه انك تغير من نفسك. تاني حاجه دي مهمه جدا بشكل انت مش متخيله. خليك راجل، خليك قد المسؤوليه، خليك راجل قد كلمتك. كلمتك واحده. خليك راجل مع نفسك، خليك راجل في شخصيتك، خليك راجل وشيل مسؤوليه نفسك.
ما انتش قادر تشيل مسؤوليه نفسك، خلاص انت ايه، انت كده عيل يا معلم. انت ما دي مش رجوله. رجوله انك تشيل مسؤوليه نفسك، رجوله في شخصيتك، مش رجوله بالمشاكل والسيوف ويمين وشمال. دي مش الرجوله. الرجوله مش ان انا اتعارك واعلي صوتي. مش دي الرجوله. الرجوله ان انا ابقى مكفي نفسي والتزاماتي. الرجوله ان انا اعافر وافحت في الاسفلت عشان اقف جنب بابا، اقف جنب مع ابويا، اسند ابويا، اسند نفسي، اشوف الصح اللي انا اعمله، اذاكر، اجيب مجاميع عاليه، اجيب GPA عالي، اجيب، هتصرف حلها. ما انت لازم تتقدم. ما المشروع بيقول لك حلها، مشكلتك مش مشكلتي. انت لازم تنجح. عاجلا انا مجانا لازم تنجح، ما ينفعش تفشل. اصل ما بقاش ابوك رباك وتعب وسهر الليالي وامك برضه كذلك وانت تيجي تفشل. لا ده مش عدل، ده يا معلم. ده مش عدل، لازم تفوق كده. وما تركزش في الكيف. ده مش رجوله برضه، مش ان انت تبقى ماسك سيجاره وشاب روش بقى وعايز تشقط وبتاع. ده برضه مش جدعنه منك، دي مش رجوله. مش دي اللي هتوصلك في قمه العالم فوق، مش هيبقى الكوكب تحتك وانت فوق. ده مش صح. تالت حاجه، الدايره اللي حواليك. وانت فاهم انا اقصد ايه بالدايره اللي حواليك. دايرتك، صحابك، دول يا هيرفعوك يا هينزلوك سبع ارض. دول يا هيرفعوك تبقى ملك يا هيخسفوا بيك الارض، هيدمروك. دول حاول تبص لاصحابك، انت ماشي مع مين؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة عايزين نطلع ايه طيار. انت ايه؟ ايه بجد؟ انت عايز تبقى ناجح؟ انت لو ماشي مع صحاب سوء عايز تبقى ناجح؟ مستني ان انت تبقى طيار؟ انت مستني تبقى ايه؟ تبقى خلاص مهندس؟ مستني تبقى مدمر العالم نجاح؟ صاحبك لو فاسد هيفسدك. انما لو صاحبك ناجح مثقف متعلم ملتزم، اهم حاجه يكون شلتك واصحابك دي مقربين من ربنا، بيخافوا من ربنا، بيخافوا عليك، بينصحوك للخير، بيوجهوك للصح. انما عكس كده ما ينفعش يبقوا اصحابك، ما ينفعش تمشي معاهم. لو صاحب واحد فاسد وسط اللمه دي كلها كفيل يفسد اللمه دي كلها. بص على صحبتك، تشتغل تفتخر بيهم، ما تخافش وانت ماشي معاهم، تبقى ماشي مبسوط راسك مرفوعه. انما ما تمشيش معاهم خايف تبص يمين وشمال حد يشوفني. ده مش صحاب ولا شيء ولا دي شله يا معلم. رابع حاجه انك تحافظ على نفسك. تحافظ على نفسك وتحترم نفسك. احترم نفسك وتكلم عدل وحاسب على مفرداتك. وخلي اسلوبك حلو مع الناس. خلي اسلوبك الكل يحب يتكلم معاك بادبك واحترامك واصولك، حتى لو الناس اللي انت بتتعامل معاهم مختلف معاهم، في بينكم وبين بعض مشاكل، لازم تتكلم معاهم بالحسنى، تتكلم معاهم بالاصول. علشان يوم ما يحصل حاجه الواد ده متربي. المشكله مش على كده، المشكله ان انت لما تعمل الصح ده وتبقى محترم، الحاجه الحلوه انها بتعود على ابوك وعلى اهلك كمان، اللي هو عرفوا يربوه ويدعوا لابوك. سواء بقى الدعوه دي لو كان حي او ميت هياخدوا عليها ثواب وهو هياخد ثواب وهيبقى مبسوط وانت رافع راسه. مش ماشي انت اللي مقصر راس ابوك ومقصر راس ابوه واهلك. ده مش صح يا معلم. فكك بقى ايه من حته الروشنه، انك الشاب الروش الجامد اللي مفيش منه. الشاب الروش الجامد بنجاحه. عايز تبقى روش وجامد وجميل كده مفيش منك اتنين، انجح. شوف حاجه توصلك، حاجه تخليك مميز في المجتمع، حاجه تخليك ناجح. مش حاجه اللي يشوفك يقرف ويبص لك. ده مش نجاح ده يا معلم. خامس حاجه شغلك. والشغل في مرحله الدراسه عموما دي مش مهمه قد ما هي مهمه. ازاي؟ هقول لك ازاي. مش مهمه ان انت مش هتاخد الفلوس او الماديات بالشكل اللي انت متخيل فيه، الا بقى لو معاك حاجه مميزه فتتشرط. انت معاك مهاره مميزه، مثلا لغه، مثلا برمجه، مثلا مش عارف حاجات هوايه كفيله ان انت تخلي تقعد اللي قدامك وتتشرط عليه. ماشي كده اقول لك انت هتجيب فلوسك والماديات اللي انت عايزها. انما غير كده اي شغل في العموم ما تشغلش بالك بالفلوس، لان انت اي نعم هتتظلم وهتتمرمط وهيطلع عينك وعين اللي خلفوك. هي كده مصر. فانت اشتغل اي حاجه، هات ما كفي نفسك. اهم حاجه تكفي نفسك، وانا عارف ان ده صعب. هتكفي نفسك بصعوبه عشان كل ما تكبر كل ما مسؤوليتك هتزيد، كل ما عينك في البيت بتشوف في ايه لازم يتعمل، فتبدا تشيل هم، فتبدا مش عارف تعمل ايه، فتشوف شغل تاني مفيش شغل تاني. فهو سلام بقى لو اهلك مش عايزين يطلعوك من شغل واحد معين، فدي كارثه. فما انت خلاص بقى انت ثابت. انت في نقطة مش هتتغير منها غير لما ربنا يأذن بالتغيير. فانت كفي نفسك عشان تبقى على الأقل لما تقعد وسط أصحابك وسط شلتك ما يتقالش الحساب انت تبقى خايف ونبضات قلبك بتزيد وخلاص متوتر وبتاع. لا، الحساب كذا خد. لما تقعد في قعدة ما تبقاش خايف، ما تقدرش انك تحاسب. هي دي الفكرة، كفي نفسك عشان تعرف تعيش رفاهياتك.
ويا سلام بقى لو كفّيت نَفْسك وزيادة عملت فلوس لقدّام، دي تبقى أنت عظيم فعلًا، تبقى أنت راجل بتفهم، تبقى أنت بتبُص لقدّام عندك نظرة، تبقى أنت تعرف تشيل مسؤولية، تعرف تجوّز نَفْسك، ولو اتجوّزت تعرف تفتح بيت، تعرف تشيل مسؤولية، تعرف تعمل أي حاجة، أي مشكلة تواجهك تحلّها، أي حاجة تقف قدّامك تخُش تواجهها، تخُش براسك. إنّما ما تبقاش خايف بقى أصل المشكلة دي هاحلّها إزاي، أصل دي هاعملها إزاي، أصل ما فيش الراجل بيتصرّف. وزي على رأي المثل الشهير اللي إحنا بنقوله أو مش مثل، الجيش قال لك اتصرّف، فبتعمل أي حاجة وبتتصرّف وبتحلّها. وفي نهاية حلقتنا النهارده نوصل لنهاية الفيديو بتاعنا، أهم 5 نصايح دول يا معلم تحطّهم كده إيه، مش حلقة في ودنك لأ، دول خُشّوا كده أكنّها فلاشة، يخشّوا ما يطلعوش تاني، عشان ينزلوا على فايل جديد، يفضلوا في دماغك، يفضلوا معلّمين، تتعلّم منهم، ترجع لهم. تحطهم فلاشة كده كل أمّا تنساهم ترجع لهم تراسترهم تشتغل من جديد. ما تنساش تمسّي عليَّ بأحلى لايك زي كده وكومنت جميل وتشترك في القناة وتفعّل زر الجرس لو ما كنتش فاعل زر الجرس، وانتظروا الجديد علشان الجاي شديد. سلام.